أثناء نقل الصحفيين للأحداث اللي عاشتها بلادنا نهار الثلاثاء تعرضوا لعنف جسدي ولفظي من قبل قوات الأمن اللي حاولوا في عديد المرات يمنعوهم من القيام بعملهم ونقل المعلومة. البداية كانت بمحاولة عدد من الأمنيين يبعدوا الصحفيين من المكان اللي كانوا متواجدين فيه بالدزان والشتم والسب. أنا كنا بعد تقريبا 200 متر، ضربوني معناها بالكف وبالمشطة وفاش تصور وانتم مسؤول بالإرهاب اللي صار نهار الثلاثاء أنا وقت اللي خلطت المحمد خامس ديجا نلقى صحفيين عارضين يجريوا هاربين. قلت لهم مش فما، قالوا لي يضربوا فينا البوليسيه. انت عندك كاميرا، انت تصور فيها باش تحكيوا عليه في البلاتو، تعملوا لنا يعني ما خلونيش حتى نحكيوا معهم حتى كلمه. يعني انتم تغذيوا في الارهاب. اللي ضربوا نهارتها حسينا عليهم بالقدا خاطرنا كلينا ماء وملح مع بعضنا. هما يحميوا في شخصيات، احنا خدمنا معاهم وصرنا معاهم حتى ما ساعه ونص تاع الليل، وحاسين عليهم كما نحسوا على اي تونسي في البلاد هذه. وما كناش نسعوا نصوروا اشلاء، هذه ماهيش من ميزاتنا جمله، لكن واجبنا المهني في نقل المعلومة اللي هي تم تونس الكل كان يحتم علينا أن نكونوا موجودين. كانوا يبعدوا فينا وكنا نبعد، وطلبوا منا الاستظهار ببطاقات صحفي كي لا نختلط بالمواطنين أو المتسللين والمحتملين، وتستظهرنا بالبطاقات الصحفي. لماذا كل هذا الأمر؟ نأكد مرة أخرى أنه احترمنا كل ما طلب منا. حتى نخدم مع واحد بعيد، نخدم مع الناس اللي تقدر فيك مشاعر الكاميرا بعيد عليه. مع إصرار الصحفيين على القيام بعملهم ورفضهم مغادرة مكان العملية الإرهابية مع التزامهم بالمسافة المحددة من الأمنيين، رجال الأمن زادوا في تشنجهم وولوا أكثر عنف، وتحولنا الكر وفر بينهم وبين الصحفيين. نحكي معاه، نحكي الكاميرا. عون بلاش زي يضربني على ساقي، أنا يضربني على ساقي ويجي العون الاخر يعاود يضربني على ساقي. هذاك الكل ما نحكيوش فيه، وحب معناها يحب ينحي الكاميرا، حب يضربها معناها، ضربها ديجا ما تكسرتش الحمد لله. بعض الامنيين قاموا بالاعتداء علينا بطريقه مباشره بالضرب ثم باستعمال الغاز مسيل الدموع مباشره في العين، وهذا يعني بصراحه غير مقبول بصراحه. اعتقلوني علاش؟ خاطر قلت راني الكارت بتاعي راني صحفي، انا راني صحفي. حسيت ضربه جاتني في وجهي، وخرت على اليسار نلقى ضربه واحده اخرى، هزيت راسي نلقى فوقي 4 أو 5 من الناس فوقي، طحت انا في الارض. طحت علاش؟ تحت خاطرني خبيت الكاميرا نتاعي، خفت لا تكسر. الاولى عندي الكاميرا الاولى في يدي والكاميرا الثانيه في الساك. نسمع فيه يقول له، انا نقول له راني جورناليست، راني صحافي، هو يقول له كسر له الكاميرا. مشطة في ظهري منهم جات الكاميرا اللي تكسر قلت لك عليها، والاخرين الكل يعني في وجهي وفي ساقي وفي بيا. خلطت عليه ولابسه دوسار بريس، روح كذا يضربني يجيبني في القاعه ويزيد يخطر عليا هو وزوز واحد اخرين. انا يعني لابسين سيفيل ماهمش لابسين الزي، يزيد يضربني بساقيه على ظهري. وانا وقت اللي فقت نلقى زميلتي اسماء البركوش دايخه زاده من با 2 متر بحذايا، انا نقول له نحب نهز زميلتي ويقول لي ما تهزهاش ما تمسهاش. كنت انا في الصف الاول بعيد قرابه 70 متر على الدوره نتاع الحافله، بداوا القوات الامن يرجعوا علينا، بدا الكف وبدات البنيه. انا هربت، وفي خلال الهروب هذاك جاني معناها تاكل من تاني، طحت على كتفي، وبعدين هزوني الاصدقاء الزملاء الصحفيين بعدوني على مكان الاعتداء، وبعدين مشيت للحمايه المدنيه ومشيت للسبيطار. سب، شتم، ضرب، تكسير معدات التصوير التلفزي، اعتداءات تعودوا عليها الصحفيين في مناسبات سابقة، لكنها كانت استثنائية نهار عملية محمد الخامس الإرهابية. يرحم والديك.
ورا شوي